يا مرحبا بكل المهندسين الجدعان، كل عام وانتم بخير. واليوم جايب لكم ملخص فيلم الإثارة والتشويق بعنوان ذا لاي اوفر. ما تنساش اللايك والاشتراك يا أحلى مهندس علشان يوصلك كل جديد من القناة. بيبدأ فيلمنا بمعلمة لغة إنجليزية اسمها كيت، وبكون كل الطلاب زهقانين من حصصها، وبتلاحظ إنه في طالب بيقرأ بقصة كوميدية ما لهاش علاقة بدرس اليوم، وبدل ما تمنعه يقرأها بتحكي له إنه يقرأها لباقي الطلاب قبل ما يخلص الدرس. وطبعا القصة بتشد انتباه الطلاب، وحتى إنها بتشد انتباه الأستاذة كيت كمان. ولسوء حظها فمدير المدرسة بيزور صفها، وبيكون مش مصدوم من البلاوي اللي بتعملها كيت وعدم جديتها بالتدريس، وبيستدعيها المدير لمكتبه ومباشرة بيطلب منها تستقيل. وبمكان ثاني بنشوف سيدة أعمال اسمها ميغان بتعرض مستحضر تجميل لتبيعه لشركة، ولكن هذه الشركة بتكون مش مهتمة بمنتجها، وهو الشيء اللي بيخلي ميغان تعصب وتطلع من عندهم. ومش بس هيك، الشرطة بيسحبوا سيارة ميغان لأنها واقفة بمكان مخالف للقانون، وبنكتشف بعدين إنه ميغان وكيت صديقات بعيشن بنفس المكان. وعلى الرغم من انه البنتين كل وحده كان يومها سيء، الا انهم بيضحكوا وبفرفشوا مع بعضيهم. وبعدها بتقترح ميغان على صاحبتها كيت انهم يروحوا على رحله ترفيهيه ليرفهوا ويخففوا عن نفسيهم. وبتحكي ميغان بانها اشترت تذكرتين ليها ولكيت، وبانه طياره الرحله حتكمل بعد 3 ساعات، فما بيكونش امام كيت خيار تاني الا انها تروح مع ميغان المجنونه للمطار. ولما يوصلوا بيكون في طابور طويل للطائره، وبتكون ميغان مش عاوزه تتاخر على الطياره، فبتتغزل بواحد من العاملين بالمطار، والاخير بيسمح لها تدخل. وبالطياره بيجلس وسط ميغان وكيت شاب وسيم اسمه راين، والبنتين فورا بيعجبوا وبيتغزلوا فيه. وفجأة بيحكي الطيار لركاب الطائرة إنه وجهة الرحلة حتتحول من فلوريدا لسانت فلوريس بسبب الأعاصير الفجائية اللي ضربت ولاية فلوريدا، فالبنتين بيضطروا يروحوا على سانت فلوريس ويستأجروا فندق هناك لغاية الرحلة القادمة اللي حترجعهم على بلدهم. وبيكونوا زعلانات لأنه الرحلة تحولت لسانت فلورنس بدل فلوريدا، بس النكد بينتهي لما يشوف إن الشاب الوسيم راين معاهن بنفس الفندق بالصدفة، وبيدعو راين البنتين ليشربوا معاه الليلة، فبيقبلن بكل سعادة. وبتكون ميغان ما عندهاش فستان تلبسه لأنها نسيت حقيبتها بالطائرة من اللخمة، فبتتوسل كيت إنها تعطيها من فساتينها، بس كيت ما بيكونش معاها غير فستان واحد لإلها. فبتروح كيت تلتقي براين، ولما يسألها راين وين ميغان بتظهر فجأة وهي لابسة لبس هندي استعارته، وبتقول أسف على التأخير. وبينصدم راين بجمال ميغان، وبتبدأ البنتين يرقصن ليجذبن انتباه راين. كل واحدة منهن بترقص بطريقة بتحاول فيها تغري راين، بس ميغان المجنونة بالغت بالرقص لحد ما كشفت واحدة من بطيخاتها. ولحسن حظها فصاحب راين اللي اسمه كريغ غطى بطيختها بقبعته. وبتقترح ميغان على كيت تروحوا على رحلة منطاد لغاية ما تيجي رحلتهم، بس كيت بترفض لأنها بتخاف من المرتفعات. فبتقترح ميغان إنها حتروح هي وراين على المنطاد، بس كيت حتروح لوحدها على المتحف. فبتغار كيت وبتكون مش عاوزة تترك ميغان مع راين لوحدهم، فبتقرر تيجي معاهم حتى لو بتخاف من المرتفعات. وبتخاف كيت لما يوصل ارتفاع المنطاد ل 500 قدم، فراين بيقعد يطمئنها ويهدى فيها. فبتغار ميغان لأنها بلشت تشوف إنه كيت بتلطش براين. وبسوء الموضوع لما ميغان عن طريق الخطأ تفتح كمية مشروب غازي مضغوطة، وغطائها بيطير للبالون وبيخرقوا، وهو الشيء اللي بيجبر سائق المنطاد على الهبوط الاضطراري بحفل للأطفال. وبيرجعوا كلهم للأوتيل بعد كل هالفوضى اللي صارت، وبيحكي راين بإنه حيروح للمسبح يسترخي شوية. فبتقرر كيت إنها تلبس فستان سكسي علشان تغري راين بالبركة أكثر من ميغان، وبتنجح خطتها لأنه راين شكله عجبه شكلها. وبالمقابل ميغان بتروح لتسبح لتجذب انتباه راين، بس وجهها بيخبط بالمية وعينها بتوجعها. وباليوم الثاني بالكافيه بتشوف كيت وميغان راين وهو يغادر الفندق، وبيتضح بأنه راين حيروح هو وصديقه ريج لحفل زواج صديقهم. وبتطلب البنتين من راين إنهم يجوا معاه، فبيكبر راين بكل رحابة صدر. وبتكون مدة الطريق 17 ساعة للحفل، وبالطريق بتتقاتل كيت وميغان على اللي حيقعد جانب راين. وبتتظاهر كيت بأنه عندها ألم بركبتها علشان راين يعملها مساج، فبتعصب ميغان لما تشوف هالشيء وبتحط حبوب منومة بمشروب كيت. بس لما كيت ترفض تشربه كريك بيكون عطشان جدا وبيسحب القنينة منها وبيشربها كلها يا ابن العبيطة. وبينام كريك بالطريق وبيكون نعسان جدا، فبيضطروا كلهم يقضوا ليلتهم بأوتيل عبين ما يصحى كريك. وبينما ميغان وكريك بيكونوا مع بعضيهم بيحكي راين لكيت بأنه كان نفسه يتكلم مع كيت بس ما قدرش لأنها دايما مع ميغان. وفجأة ببوس راين كيت وبيعمل معاها تشوك تشوك هيك خبط لزق ما تسألنيش ليه مهندس. وباليوم الثاني بتقرب ميغان من كيت على الفطور، وبتحكي ميغان لكيت بأن صداقتهم أهم من إنها تروح على شاب. وبتعترف ميغان لكيت بأنها هي كمان نامت مع راين. وبتتقاتل البنتين، وبالآخر بتوقع عليهم خزانة من دفاشتهن، وبيستدعي مالك الفندق الشرطة. وبيكتشف كريك بعدها إنه راين أخذ سيارته وراح على الحفل لوحده، وبيحكي للبنات عن الموضوع. وبتقرر البنتين بعدها إنهم ينقذوا البنت اللي حيخدعها راين المرة القادمة بعد ما سمحتهن الشرطة. وبتسرع البنتين للفندق اللي حيتقام في الحفل اللي راح عليه راين، وبتواجه البنتين راين وبيحكي له بأنه استغل اثنيناتهم. فبدافع راين عن نفسه وبيحكي بأنه البنتين كانوا يتغزلوا فيه من الأول، يعني ما ليش علاقة،
انتوا الغلطانين. وبتكتشف البنتين انه حفل الزواج هذا لراين وبانه هو اللي حيتزوج، فبيتوسلهن راين انهن ما يدمرنش زواجه. ولما تلتقي البنت بكيت وميغان بتكتشف البنتين قديش هالبنت حادة الطباع ودائما مسيطرة على راين. فلما تشوف البنتين انه هذه البنت سيئة لراين بيقررن ما يخربنش الزواج، لانهن عاوزات راين يتندم على زواجه منها. وقبل العودة للديار بتزور ميغان كريج وبتعتذر من كريج انها ما اعطتوش فرصة يرتبط فيها، وبتبوسه قبل ما تطلع. وبتحكي ميغان لكيت بانها قررت انها تبعد عنها لانها عاوزة تكون مسؤولة اكثر بحياتها. طبعا كلكم مفكرين انه هذا البعد يعني بعد بين بلدة وبلدة، بس لا، ميغان قررت انها تسكن بغرفة منفصلة بجانب غرفة كيت مش اكثر. وبترجع كيت للمدرسة وبتحكي للمدير بانها مش حتستقيل من وظيفتها. فبيحكي لها المدير مين قال لك اني عاوزاك تستقيلي من الوظيفة، كنت امزح معك وبس. وبيطلب منها المدير برضو انها تكون المدربة المساعدة لفريق كرة السلة بالمدرسة. فبتقبل كيت بكل رحابة صدر. وبنشوف ميغان لما ارتبطت بكريج المحظوظ، طبعا بصير بينهم تشوك منا عارفين يعني. ولهنا بيخلص ملخص فيلم اليوم. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس واترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وانشر الفيديو مع اصحابك محبين ملخصات الافلام. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالتعليق المثبت بالاضافة لرابط الفيلم. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.